للمرة 111 في تاريخ المواجهات بين الوداد البيضاوي والرجاء الرياضي، وجاءت اللحظة التاريخية، اللحظة المؤثرة، لحظة رفع التيفو الخاص بنادي الرجاء الرياضي وكذلك الوداد البيضاوي هنا في لقطة معبرة، في لقطة جميلة جدا بألوان خضراء بيضاء من أنصار الجرين بويز والإلترا إيجلز. هنا لحظة مؤثرة، انظروا أيها العرب من المحيط إلى الخليج، هذا هو شعب الخضراء تحت لواء الجرين بويز، وهذا هو شعب الحمراء تحت لواء الوينرز. كل المغاربة من طنجة العالية للقويرة العزيزة يفتخر أمام العالم بلمسة الفنان الرجاوي وببصمة المبدع الودادي. شكرا جرين بويز، شكرا الوينرز، تبدعون وتعطون دروس في الإبداع والتشجيع. هنا لقطة جميلة للمرحوم زكريا الزروالي، لحظة مؤثرة جدا والتفاتة رائعة من أنصار الرجاء الرياضي للمرحوم زكريا الزروالي الذي أعطى الشيء الكثير لنادي الرجاء الرياضي. وهنا نظرة للجهة الأخرى الخاصة بأنصار الوينرز، لمسة الفنان حاضرة اليوم، لمسة المبدع من الوينرز حاضرة لتأتيت هذا الفضاء الجميل. ولكن اللحظة المؤثرة هي صورة زكريا الزروالي استحضارا لروحه الفقيد والاسم الذي أعطى الشيء الكثير، الاسم الذي فارق الحياة في شهر أكتوبر الماضي، واليوم نستحضر هذا الاسم كما يستحضر جمهور الخضراء وشعب الخضراء من درب السلطان للدرب الكبير والبرنوسي وسباتا. معاقل الرجاء الرياضي ممثل اليوم في الجهة الخاصة بالخضراء، وقلنا وكررناها نقول رحمك الله يا زروالي، واكيد لن ننساك بأدائك وعطائك وكذلك أخلاقك العالية والعالية جدا. وأكيد صورة ذكرتنا بذلك التيفو الرائع لأنصار الوداد البيضاوي عندما استحضروا روح الفقيد يوسف بالخوجة الذي سقط. هنا كانت النهاية بمركب محمد الخامس، واليوم نتذكر زكريا الزروالي، وأكيد